علماء يتخرمون ويذهبون، فيبقى من؟ يبقى للأمة، يبقى للناس، يبقى للمسلمين من يحمل هذه الأمانة، من يحمل الكتاب والسنة، من يحمل الفقه، من يؤدي هذا العلم، من يحفظ للنبي صلى الله عليه وسلم علمه في أمته؟ أنتم. إذا ما حفظه أهل العلم وطلبة العلم وجدوا في ذلك، من سيحفظه؟ لا شك أنه سيذهب. ولذلك نخشى من وقت يأتي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. كيف قبض العلماء؟ يعني موتهم، ينقطع العلماء، ينقطع طلبة العلم، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وهذه مسألة صعبة جدا. إن كل واحد منكم يأنس من نفسه رشدا وقوة، فأفضل شيء في سبيل الله اليوم هو العلم. أعظم أنواع الجهاد اليوم التي تحتاجها الأمة الجهاد العلمي، أن تتعلم وتحفظ وتفهم وتقوى في هذا الجانب. إذا كان عندك قوة وملكة في هذا حتى تنفع الأمة. الأمة بحاجة اليوم إلى من؟ إلى العلماء الربانيين